ثم الصلاة والصلاة الأتمان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن قام حفل على المزمار والضرب فحفلنا اليوم للإرشاد والأدب، أو قام جمع على لهو ومفسدة فنحن جئنا لنرقى سلم الرتب. أي صدور المحافل وقادة الجحافل، مرحبا بكم رواد الروض ووراد الحوض، صبح الأمة المسفر ودوحها المثمر، معاقد الأمل ورجال العمل، أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. إلى معالي المدعي العام في الجمهورية الكينية السيد نور الدين محمد يوسف حاجي، إلى المجلس الأعلى لمسلمي كينيا، أعضاء البرلمان، سفراء الدول، سفارة خادم الحرمين الشريفين، سفارة دولة ليبيا، سفارة دولة إندونيسيا، لجنة التحكيم، ممثل جائزة الكويت الدولية، العلماء الكرام، القراء المباركين، ضيوفنا الأكارم، أهلا بكم في الحفل الختامي في جائزة الشيخ علي الصوفي الدولية للقراءات، والتي انطلقت بتاريخ 26 من جمادى الأولى عام 1444 هجرية، الموافق 20 ديسمبر عام 2022، بمشاركة 31 متسابقا من مختلف دول العالم. تقام هذه الجائزة برعاية كريمة من أمانة أنصار السنة، إذ كانت الأمانة ومنذ تأسيسها تولي اهتماما بالغا برعاية البرامج والمؤسسات التي تخدم القرآن الكريم، دعما لنشر حب القرآن الكريم بين الناس وتشجيعا لهم على السير بهداه. أيها الحفل الكريم، قد أطلق على الجائزة بهذا الاسم وفاء لذلك العالم الجليل الذي تنحني الهامات عرفانا وتقديرا، عاش عمرا مديدا تنقل خلالها بين التربية والجهاد والارتحال إلى طلب العلم، تتلمذ على يديه العشرات من العلماء الصوماليين، بل أجيال من الشباب، منهم من جلس بين يديه يأخذ عنه مباشرة، ومنهم من تتلمذ على تلاميذه أو استفاد من صدى دعوته. أيها الحفل الكريم، نفتتح حفلنا المبارك بآيات من الذكر الحكيم يتلوها لنا الشيخ المقرئ جمال عبد الناصر تلميذ الشيخ عبد الرشيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام لثيم، كالمهل تغلي في البطون، كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم،
ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم.